مجدي عبد الغني هزق اداره الخطيب وما مشيش امبارح مع الموجه، وطلع فضح الاهلي والخطيب وصفقات المليارات. مجدي عبد الغني قال هو ايه الفقر وقله الحيله اللي وصل لها الاهلي دي؟ هو انت عامل لي صفقات بمليارات وجايب لي زيزو ب 500 مليون وتريزيجيه ب 500 مليون وبن رمضان وبن شعبان وبن شرقي وبن غربي عشان تقعد ال 90 دقيقه مش عارف تسجل هدف وتستنى حكم يكسبك بضربه جزاء؟ وانا افترض يا اخي انها ضربه جزاء صحيحه، الحكم ما حسبهاش يا سيدي، ما احنا ياما اتحسب لنا ضربات جزاء غير صحيحه في الاهلي وكسبنا بيها ماتشات وبطولات، لكن دي مش قصتنا دلوقتي. القصه دلوقتي ان انت ما صدقت مسكت في خطأ للحكم ورميت عليه فشلك كله من اول الموسم. هو الحكم محمد وفا ده اللي طلعك حصاله في كاس العالم؟ طب الحكم ده اللي طلعك من كاس مصر وانت بتلاعب كارت شحن؟ طب الحكم ده اللي خسرك رايح جاي من الترجي وطلعك من افريقيا بفضيحه؟ الحكم ده اللي جاب لك كاموش؟ ولا هو اللي مطلع لك لعيبه اجانب واعارات وبيدفع لهم الرواتب بتاعتهم؟ ولا هو اللي عمل لك صفقات زيزو بن شرقي اللي انت مش محتاجها اصلا وعملتها كتف الزمالك؟ يا ريت قبل ما نتكلم عن الحكم نتكلم على خيبتنا التقيله. اقسم بالله تصريحات للتاريخ يا مجدي عبد الغني.